طبعا احنا بنقول لكم يعني استوعبوا معانا فكرة الاسعار. احنا غصب عننا يعني كل شوز من دول من 7 شهور بس كنا بنبيعه ب 1300 جنيه. دلوقتي الاسعار بقت زيادة جدا جدا جدا، بس من 7 شهور الدولار كان ب 20 جنيه. من 7 شهور كنا بنبيع الجزمة دي ب 1200 جنيه. فانت لو بتتكلم ان من 7 شهور كان ب 1200، فهو الدولار دلوقتي زاد من 20 ل 40 الضعف، يعني ب 1200 ل 70. يعني زاد كم مرة انا مش هقدر احسب، انتوا عارفين، بس انا بقول لك عشان في ناس كتيرة بتيجي عند الملابس او الاحذيه او الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها يقول لك انتوا غيرتوا الاسعار. يا جماعه والله احنا غصب عننا. لو الدولار بكره ب 40 اقسم بالله العظيم انا الوحيد اللي في مصر اللي هتلاقيني القطعه لو ببيعها ب 2003 هتلاقيها نزلت النص على طول اوتوماتيك. انا مرتبط بالسعر ده، مرتبط بالدولار، لان انا بشتري من بره فعلي، والناس عارفه ان احنا بنشتري الاحذيه بتاعتنا من بره. لو وفرتوا لنا انتوا تجيبونا وتدونا الدولار هقول لك تعالى خدها. لو هي على سبيل المثال ب 20 دولار او ب 30 دولار هتيجي كل سنه، وجيت لي بعد 10 سنين هديها لك برضه ب 30، هديها لك ب 30 دولار. لكن هي المشكله في ازمه العمله هنا في مصر. يا رب الناس تستوعب الموضوع ده، احنا بنقوله كتير قوي وقربنا نبقى بايخين قوي، بس هنعمل ايه؟ غصب عننا. السلام عليكم.